اهلا بيكم. معكم محمد السيد في بيل درافت. اولا تعزينا لشهداء فلسطين. ودلوقتي بقى هنتكلم عن ماتشات الدوري الانجليزي. الاسبوع ده كان فيه بريك، الانترناشونال بريك، كانش فيه ماتشات في بتتلعب، كانت كلها ماتشات منتخبات مملة ملهاش اي لازمة. احنا راجعين خلاص، هنبتدي الدوري الاسبوع التاسع غالبا، اللي هو كده احنا يعتبر عدينا ربع الدوري. ربع الدوري عدى. ايا كان الرانك بتاعك دلوقتي ايه، انت فوق انت تحت، فانت ممكن تحسن وممكن تعوض اللي فاتك. 8 ماتشات عدوا، لو في اخطاء عندك تصلحها، لو في لعيبه ما كنت مقتنع بيها وشايف ان هي مش قد المستوى دوت لازم تفكر انت تغيرها. ونفس الكلام لو في لعيبه شايف ان هي مش موجوده عندك في الفرقه ولازم تبتدي تحطها في تشكيلتك، جه الوقت دلوقتي ان انت تحطها. غالبا اغلب الوقت وعلى طول بنقول ان الاسابيع اللي بيبقى فيها جاب كبير الانترناشونال بريك دي ممكن تفكر انت تعمل فيها وايلد كارد، لان هي بتكون واسعه وبتكون في فتره ان انت تفكر في اختياراتك تاني وتالت وتشوف الماتشات اللي جايه وترتب عليها تشكيلتك. فالاسبوع دوت احنا هنتكلم حاجه كده جديده، ان احنا نقول اللعيبه الافضل اللي انت تجيبها في كل مركز، بحيث ان انت لو بتعمل وايلد كارد دلوقتي اللعيبه دي هي اكتر ناس هتفيدك. وانا برضو لسه عند رايي وبقول ان وايلد كارد في الوقت دوت مش حاجه محبذه بالنسبه لي، لان السيزون دوت فيه زحمه كتير. في عندنا دلوقتي كام اسبوع كمان، 3 او 4 اسابيع كمان، وهيبقى في انترناشونال بريك تاني اللي هو بتاع التصفيات. حاليا في تصفيات اوروبا وفي تصفيات افريقيا بالنسبه للمنتخبات، ففي زحمه. هنيجي بعديها ندخل على الوقت بتاع البوكسنج دي، يعني احنا عارفين ان المطوشه بتبقى لازقه في بعض في الوقت دوت، والفرق بتعمل روتيشن كبير جدا لان اللعيبه ما بتقدرش تلعب كل يومين تقريبا ماتش. وبعد كده هنخش على الفترة اللي فيها بطولة أفريقيا، مش بطولة أفريقيا بس، بطولة آسيا كمان، اللي هي غالبا هتبقى من عشرة ل 13 يناير لحد 10 فبراير، حوالي شهر. ف في لعيبة كتير هتقع مننا في الفترة دي، سواء بطولة أفريقيا سواء بطولة آسيا. والفترة دي هيتلعب فيها حوالي 4 أو 5 أسابيع من البريمير ليج، اللي هي هتبقى بعد الأجازة بتاعة الكريسماس ما لما اللعيبة ترجع تاني. فالفترة دي هتبقى محتاجة تعمل فيها روتيشن، هيبقى حوالي الكلام دوت في الأسبوع 21 هيبقى نزلت الوايلد كارد التانية. فأنت لو عملت الوايلد كارد دلوقتي بدري هتيجي في الوقت دوت محتاج ان انت تغير، فلو فكرت في الوايلد كارد التانية وعملتها هتبقى انت كده عملت الاتنين بدري. هتقعد حوالي من الأسبوع ال 22 أو 23 لحد ال 38، يعني حوالي 15 أو 16 أسبوع من غير ان انت يكون معاك وايلد كارد تعمل ريفريش للفرقه كلها، فهيبقى الموضوع اصعب. فانا ما زلت عند رايي ان انت الوايلد كارد دي الاولانيه لازم تستنى عليها اكتر من كده، بس ان كيس ان انت دلوقتي فرقتك واقعه وانت محتاج تغير، فانا هديك افضل حلول ممكن تفكر فيها في الفتره دي. دلوقتي احنا هنتكلم النهارده عن اللعيبه اللي في خط الهجوم اللي ممكن تفكر فيها. طبعا هالاند لازم نتكلم عنه، خصوصا ان في ناس حاليا كتير ابتدت تبيعه. الراجل يعني تعب قوي معانا. نسبة ملكيته نزلت من 90.8 ل 88%. يعني في ناس كتير باعته ويعني حاجة تحزن بالنسبة لهالاند. نفصص الموضوع ده كده اكتر ونتكلم. هالاند يا جماعة، احنا هنبص دلوقتي على جدول الماتشات اللي هو داخل عليها، ماتشات صعبة، ونيجي دلوقتي نشوف كمان جدول هو عمل ايه قصاد الفرق دي السيزون اللي فات. هتلاقي ان اداؤه بالنسبة في الماتشات دي كان كويس. يعني السيتي من الفرق اللي بتعرف تلعب قصاد اي حد وبتبقى عندها كثافة هجومية، ولو الماتش فتح معاها الموضوع بيبقى بالنسبة لهم مختلف والدنيا بتفتح اكتر واكتر. في كذا حاجة كمان هنتكلم عليها، ان السيتي خسر ماتشين ورا بعض في الدوري. ف لو ابتدى استنزاف النقط من دلوقتي اعتقد ان هو يبعد عن التايتل ريس من البدري، فجوارديولا مش عايز كده. وهيبقى بعد ما يرجع الفرقة اعتقد هيبقى ليه رد اقوى، وانه يبتدي ان هو يغير من طريقة اللعب او يشوف ايه اللي الفرقة محتاجاه، ويبتدي ان هو يلم نقط دلوقتي ومش هيسكت على اللي حصل دوت يعني بسهولة.
ماتش قصاد ارسنال كان على الصداره خسروه. توتنهام وارسنال فوقيه في الدوري، فما اعتقدش ان جوارديولا هيبقى سهل ان هو يضيع نقط تاني، خصوصا في الاربع او خمس ماتشات اللي جايين. فهتلاقي في كثافه هجوميه، وهتلاقي في رد في الملعب من الفرقه دي بقوه جدا، يثبتوا ان هم ابطال اوروبا فعلا، وان هو السنه دي مش سنه زي كده داخلين كده وخلاص السيتي، لا هم داخلين يثبتوا ان هم اقوى فريق في اوروبا، وهيكملوا على المستوى دوت لسنين. ابسط رد للكلام ده هو الراجل المهاجم بتاعه هالاند، اللي بيخلص، اللي بيقدر يجيب جوان من اقل فرصه. فانا برضو لسه عند رايي ان انا مش شايف ان بيع هالاند فكره كويسه، بالعكس البيعه دي ليها توابع صعبه جدا وهتاثر عليك قدام، وخصوصا ان نسبه الملكيه الكبيره دي بتقلب الدنيا. هالاند لو هتعمل وايلد كارد فكر مليون مره ان انت ما تحطه، لو مش عايز تحطه عندك في التشكيله، لان الموضوع ده بيضر اكتر ما بيفيد. تاني واحد في المهاجمين هنتكلم عنه وهو واتكنز. الراجل السنة دي متألق، خصوصا آخر 4 أو 5 جولات رجع للفورمة بشكل كبير. ابتدينا نشوف واتكنز اللي احنا متعودين عليه. أستون فيلا مع أوناي إيمري الفريق قوي هجوميا، مرعب، بيعرف يكسب ماتشات وبيأدي بشكل كويس. واتكنز اخر 4 ماتشات عمل 40 لمسه جوه منطقه الجزاء، وده رقم ضخم، وشايط اكتر من 15 شوطه منهم 7 اون تارجت، اكتر تاني لعيب في اخر فتره، اخر 4 اسابيع بالظبط. وده رقم كويس جدا ورقم كبير، معدي فيه هالاند ومعدي فيه اغلب مهاجمين الدوري الانجليزي. طبعا الماتش العظيم اللي عمله قدام برايتون والهاتريك اللي جابه و2 اسيست، ده برضو بيثبت لك انه استون فيلا بتلعب كويس في الماتشات الصعبه وفي الماتشات السهله، وان الراجل هيبقى متواجد هنا وهنا. سعر واتكنز برضو 8.5. احنا لو بتعمل وايلد كارد فانت لازم تقسم اللعيبه عندك حسب البادجت بتاعتك وحسب اسعارهم. يعني واتكنز يعتبر من المهاجمين اللي من اغلى المهاجمين، بس مش بالنسبه لاسعار اللعيبه حاليا هو يعتبر سعر كويس، بحيث ان انت ممكن تجيبه ومش هيشكلك اي مشكله ان انت تدخله عندك تشكيلتك من ترانسفير واحد. تالت ناس هنتكلم عنها دلوقتي انا اعتقد هم التوأمين، يعني هم الاتنين بيتعاملوا معامله واحده، ويلسون وايزاك، حتى اسعارهم قريبه من بعض، 7 و8 و7.5. الكام اسبوع اللي فاتوا كان ويلسون مصاب فايزاك لعب، الكام اسبوع اللي جايين ايزاك اتصاب فويلسون هيلعب. هي الموضوع ماشي بينهم كده هما الاتنين على طول. الروتيشن في نيوكاسل ضخم وصعب جدا تتوقعه، بس اغلب الوقت ويلسون هو اللي كان بيلعب في الدوري لو هو فيت، وايزاك هو اللي هيلعب في الشامبيونز ليج. فوجود ويلسون حاليا كويس جدا. نيوكاسل انفورم، الفريق فايق، ابتدى يلم نقط اخر كام اسبوع. رجوع ويلسون هيفرق معاه جدا، خصوصا ان هو راجل هداف مع ضربة الجزاء، ولو الفرقة فايقة هو بيبقى من اكتر اللعيبة اللي بتشارك وبتهدف. فويلسون او ايزاك في وايلد كارد ممكن تفكر فيهم وتشوف الافضلية لمين فيهم على اساس ان هو يلعب اساسي. مهاجم كمان هنتكلم عنه دلوقتي وهو داروين نونيز. طيب دلوقتي انت بتعمل وايلد كارد والبادجت بتاعتك مش سامحه ان انت تحط صلاح عندك في التشكيله، فانا شايف ان نونيز هو احسن كفر من هجوم ليفربول، يقدر يعوض صلاح او يكون جزء منه. جدول ماتشات الليفر اللي جاي سهل جدا، يعني يعتبر من اسهل ماتشات الفرق اللي هتلعب لحوالي الاربع او الخمس اسابيع اللي جايين، فدي حاجه كويسه. وثانيا ان نونيز مجرد وجوده اساسي في التشكيله فمعناها ان الراجل بيساهم وبيبقى موجود. يعني نونيز بيبتدي الماتش معناها نونيز هيجيب نقط، حتى ان هو اقل حاجه شارك بيها في مشاركته كاساسي كان 5 نقط في ماتش برايتون اللي فات. وخصوصا ان ماتشاته اللي جايه سهله قصاد ايفرتون. هو ماتش هيبقى ديربي، بس لو الماتش قدر يفتح مع الليفر بدري هتلاقي فيه سكور، خصوصا مع مستوى ايفرتون المتراجع. ماتش كمان قصاد نوتنجهام فورست، وبعديها ماتش قصاد لوتن تاون. فماتشات سهله بالنسبه للليفر الفتره اللي جايه. لو ما عندكش صلاح وبتعمل وايلد كارد والبادجت مش هتسامح ان انت تبقى موجود عندك، فاعتقد ان نونيز هو احسن واحد ممكن يعمل كفر في الموضوع ده. هننزل في البادجت شويه والفلوس اللي بنتكلم فيها، وبرده شايف جوليان الفاريز بالنسبه لي زي ما قلت نونيز. لو برضو انت بتعمل وايلد كارد ومش عايز يكون عندك هالاند في التشكيله، او عايز توزع فلوس هالاند على
كذا لعيب، فممكن الفاريز يكون احسن واحد من هجوم السيتي يعمل كفر لهالاند. الفاريز متألق اول السيزون ده برضو، الراجل في اول 8 اسابيع اثبت ان هو اوبشن كويس جدا ممكن تعتمد عليه وممكن تلعب بيه في الماتشات اللي جايه. سعره مش غالي، الفاريز ب7 حاليا. ممكن جدا، حتى لو انت شايف ان هجوم السيتي ممكن يبقى قوي في الفتره اللي جايه او في الماتشات السهله دي ممكن تعتمد عليه، فحتى الدبل الهجوم ما بين الفاريز وهالاند مش هيخسر في حاجه خالص يعني. بالعكس، ماتشات السيتي حتى لو هي صعبه والفريق بيقدر ان هو يهدف ويقدر ان هو يجيب جوان، وفي ماتشات ممكن يكسبها بسكور. فموضوع الفاريز وهالاند ده اعتقد ان هو يبقى مفيد لناس كتير. حد تاني هنتكلم عنه دلوقتي هو راجل كده في الدرة، هو سولانكي. انا سولانكي بصراحه خيب املي الماتش اللي فات، لان انا كنت متوقع قصاد ايفرتون ان هو ممكن يعمل حاجه، وكان من الناس اللي بفكر اشتريها، بس في الاخر فضلت واتكنز عليه. جدول ماتشات بورنموث سهل، عندهم وولفز وبيرنلي الماتشين اللي جايين. سولانكي سعره حاليا 6.4. الراجل قدر في اخر 4 اسابيع ان هو يشوط 12 شوط على الجون، من اكتر 10 لعيبه في الدوري كله قدروا ان هم يسددوا كور، معناها ان في فعاليه هجوميه، في مساهمه هجوميه بشكل كبير جدا. والماتشات السهله كمان ممكن تبروز المساهمات دي الاهداف والنقط تفيدنا بعد كده. وسعره برضو ممكن جدا يخليك ان انت تفكر فيه في الفتره اللي جايه. اخر مهاجم هنتكلم عنه دلوقتي هو ادوارد. ادوارد هو اقل مهاجم احنا بنتكلم عنه دلوقتي من حيث السعر، هو ب5.5. فوجوده عندك مش هيخسر في حاجه، بالعكس انت ممكن تفكر ان انت تجيب ادوارد، ان هو مهاجم تكمل بيه التشكيله. لو انت بتفكر انت تحط عندك صلاح وهالاند في التشكيله، فالموضوع ده هيتكلف منك فلوس كتير. فادوارد ب5.5 ممكن يبقى موجود. ماتشات كريستال بالاس كمان هتبتدي تبقى سهله جدا من بعد الاسبوع ال11. عندهم كام ماتش سهلين بس مش دلوقتي، فلو جبت الراجل ده وخليته عندك بحيث ان هو سعره رخيص وتقدر تعتمد عليه بعد كده، هيبقى من الناس المفيده، خصوصا ان هو راجل هداف. يعني هو من اكتر الناس اللي جاب الجوان في الدوري السنه دي، واول كام اسبوع كان متالق جدا لحد ما اتصاب وبعد عن التشكيله الاساسيه لكريستال بالاس لفتره صغيره. اخر مهاجم هنتكلم عنه برضو دلوقتي هو واحد يعني نفسي يكون اساسي، يعني انا نفسي اشوفه اساسي فتره كبيره، هو فيرجسون مهاجم برايتون. كلنا عارفين قوه برايتون الهجوميه، كلنا عارفين الغزاره الهجمات اللي برايتون بتعملها كل ماتش. فلو فيرجسون ابتدى يبقى اساسي اكتر من كده، خصوصا ان برايتون من بعد ماتش مانشستر سيتي جدولها هيبقى اسهل كتير قوي من الفتره اللي فاتت. فلو فيرجسون اساسي ممكن تفكر جدا ان انت تجيبه وتعتمد عليه. فيرجسون كمان سعره 6، هو مش غالي، بس الراجل ده لو بيلعب اعتقد ان هيبقى شوال نقط بالنسبه لنا. وممكن لو انت تعمل وارد كارد دلوقتي تجيبه معاك ويبقى من اول الناس اللي انت بتاخد النقط اللي هو هيقدر يجيبها بعد كده. بس دول كانوا يعني زي سمري كده الاحسن المهاجمين اللي ممكن تعتمد عليهم لو بتفكر تعمل وارد كارد حاليا. هنتكلم بعدين عن نص الملعب، عن المدافعين وكل خط وايه الناس اللي ممكن تعتمد عليها فيه، وحسب سعر اللعيب وحسب البادجت اللي انت بتفكر فيها كوالد كارد، بالذات لو انت بتفكر تجيب صلاح وهالاند في نفس التشكيله، لان ده هيستنزف منك فلوس كتير قوي وهيخلي اختياراتك محدوده في اماكن كتيره. دي كانت كل حاجه النهارده، واستنونا في الفيديوهات اللي جايه، وشكرا.